في سنة 2019 حقق نادي ميلودي سان داونز أكبر فوز على النادي الأهلي بره أرضه بنتيجة 5-0، وقبلها ب3 سنين نادي ميلودي سان داونز كان كسب الزمالك في نهائي البطولة الأفريقية لسنة 2016 على نفس الملعب لوكاس موريبي في مدينة بريتوريا. وده شيء يخلينا نسأل، هو ليه الأهلي ما بيعرفش يكسب في بريتوريا، خاصة إن نتيجة الخمسة اتكررت مرة تانية؟ هل الأجواء هي السبب؟ هل الاستاد؟ هل الفنيات فقط؟ كل ده هنتكلم فيه النهاردة. أنا محمد فريد وده معمار جديد. قول لهم، عرفوهم، قول لهم يا تريكة، قول لهم يا صخرة، قول لهم يا عماد يا متعب. في سنة 2019 صرح بيتسو موسيماني انه بيقدر يلعب الاهلي والزمالك في بريتوريا، وده بعد الفوز الكاسح اللي كسبه على الاهلي 5-0 بعد الهزيمة اللي اجراها للزمالك بنتيجة 3-0. قال وقتها انا بقدر اجيب اللعيبة دي والعب بيهم الساعة 3 العصر في ملعب نجيلته مش كويسة، ملعب مش كبير، والملعب نفسه يكون صغير، وده بيأثر على اللعيبه اللي متعوده تلعب في الاضواء الكاشفه في بلدها. انا سمعت التصريحات دي وقلت عادي، الراجل استغل ان احنا دايما بنلعب في مصر هنا بالليل، فقال لك اجيب الفرقتين دول واشقيهم والعبهم في الشمس. بس لفت نظري حاجه، هو يعني الاهلي عمره ما كسب بره ارضه، خاصه في الملاعب الافريقيه الضحله؟ هو احنا اصلا استاداتنا في مصر كلها ما شاء الله النجيله فيها فظيعه؟ ده احنا اصلا بنعاني دايما من الاهمال ومن الاجهاد بتاع النجيله. بيبقى اكيد في سبب فني، ده حتى ان بعض الفرق بيكون تدريباتها في نفس مواعيد الماتشات دي الساعه 3. وفي بطوله دوري ابطال افريقيا سنه 2020 الاهلي بقياده ريني فايلر يقدر يحقق تعادل ايجابي 1-1 في بريتوريا على برضه نفس الملعب لوكاس موريبي، ويصعد للدور نص النهائي بعد ما قابل سان داونز في دور ربع النهائي. بس الاهلي هنا بقى تفادى الهزيمه وحقق نتيجه ايجابيه، يبقى اكيد ال5-0 وال3-0 كانت لسبب فني بحت. ونكرر نفس النتيجه في 2023، وهنا الاهلي كان تحت قياده بيتسو موسيماني نفسه اللي كان بيدرب سان داونز من دقيقتين فاتوا دول. ويتاكد ليك اكتر واكتر ان السبب يا جماعه مجرد سبب فني، تفوق واضح لبيتسو موسيماني وفريقه سان داونز بالسابق على النادي الاهلي وعلى نادي الزمالك. الا انه في 2024 الاهلي يقابل برضه سان داونز، وخلاص هي القاره قفلت، القاره بقى فيها الاهلي وسان داونز. ربع النهائي ما تقابلناش، ربع النهائي يبقى المجموعات، الاهلي يقابل سان داونز في المجموعات، والحقيقه ان سان داونز يحقق برضه فوز تاريخي تاني بنتيجه 5-2. هنا بقى نقف، يعني هنا نسال، لا هنا في حاجه، هنا انا عايز افهم هو ايه اللي حصل. رغم اختلاف الملعب، انه الملعب الاولاني كان لوكاس موريبي، الملعب الثاني هو لوفتس فيرسفيلد، هل في مشكله في الاجواء؟ هل في مشكله في الملعب؟ فقلت ارجع هنا لراي بيتسو موسيماني وارجع لنفس الكلام اللي قاله، واكتشفت مفاجاه مهمه جدا. في قلب بريتوريا في ملعبين لكرة القدم. أول ملعب هو اسمه لوكاس موريبي، ده اللي الأهلي اتغلب عليه والزمالك، وده بياخد حوالي 29,000 متفرج، وبيعتبر ده القاعدة الأساسية لنادي سوبر سبورت يونايتد، يعني ده الملعب الأساسي بتاعه، وهو الحي اللي حواليه روحه حلوة وبسيط كده، يعني في ناس بتحب الكورة، يعني يعتبر هو في مكان مش عالي قوي. يعني الناحية التانية بقى ملعب في منطقة هاتفيلد هتلاقي اسمه لوفتس فيرسفيلد، ده ملعب ضخم بياخد 51,000 متفرج، وهو ده بقى الملعب الاساسي لنادي ميلودي سان داونز. المكان اللي حواليه حيوي مليان طلبه، يعتبر هو الداون تاون بتاع منطقه بريتوريا، في مطاعم وكافيهات وبتاع، يعني حاجات اوروبيه كده. الملعبين اتجددوا قبل كاس العالم 2010، كل واحد فيهم طبعا ليه شخصيه وهويه وهكذا، ولكن الملاعب اللي دايما كان بيتسو موسيماني ايام سان داونز كان بيقصدها هي ملاعب لوكاس موريبي، لانه ملعب صغير وارضيته مش بالكفاءه والقدره الكافيه انها تخلي فيه كوره حلوه في الاستاد ده يعني. والموضوع هنا مش موضوع 3 العصر ابدا، زي ما قلنا قبل كده ان في انديه مصريه بتتدرب في الوقت ده، وفي ماتشات في مصر بتتلعب في الوقت ده. انا دورت الاول على توجيه الملعب بالنسبه للشمس، دخلت بحثت على موقع جوجل ودخلت منه على موقع سان كلاك وطلعت الملعبين وطلعت توجيه الشمس. لو نلاحظ هنا الملعبين التوجيه بتاع الشمس قريب جدا، وهو انه التوجيه، واخترت زي ما انتم شايفين الساعه 3 العصر. توجيه الشمس هنا بيكون في اتجاه مدرج الدرجه الثالثه يمين. الملعب بيكون توجيهه عدائي جدا مع احد طرفي المباراه، لانه بيكون عمودي على مثلا الثالثه يمين في الساعه 3 العصر، ومضايق كل الجماهير اللي قاعده في الثالثه يمين. فانت لو مدافع واقف في الثالثه يمين او مرماك وراك في الثالثه يمين، هتبقى شايف الشمس في عينك، وبالتالي كل فرقتك هتكون عرضه للتعب والارهاق اكتر واكتر. ولو رجعنا مع بعض ورحنا شفنا اعاده الماتشات بتاعه الزمالك 3-0 والاهلي 5-0 والاهلي 5-2، هتلاقي ان الاهلي والزمالك بداوا المباراه وكانوا في اتجاه الثالثه يمين، كان المرمى في اتجاه الثالثه يمين. هي الشمس بس على فكره مش بتخليك تفرهد من الجري، تخلي الشمس دايما في عينك، فانت مجال الرؤيه بيبدا يقل مع الوقت. ده غير ان اصلا مفيش مدرجات عاليه تعمل كسرات للشمس مثلا، فده دايما بيخلي اللعيبه تتعب ايا كان هي مين. اللي اكد كلامي اكتر بقى ان ماتشات الاهلي بتاعت التعادل بتاعت 1-1 كان الاهلي بدا الشوط الاول ووراه مدرجات الثالثه شمال، فبالتالي تعب اقل، مجهود اقل، والهوا معاك، فبتعرف تلعب كوره. علميا بقى الملعب ده مش متوجه غلط، توجيه الملعب مش غلط،
طبقا للاكواد. ايه الاكواد دي؟ اللي هي قوانين البناء اللي بنستخدمها احنا كمهندسين معماريين. بس مثلا لما تيجي تبص على ملاعب عالميه زي ملعب ويمبلي، هتلاقي الشمس في اتجاه مدرجات الدرجه الثانيه او الاولى، بمعنى انها ما بتكونش موجهه ناحيه فرقه بعينها. انما برضه هو مش غلط، هو قريب جدا حتى من توجيه استاد القاهره. امال المشكله هنا فين؟ ركز بقى معايا في النقطه. القاهره مثلا على ارتفاع 23 متر من سطح البحر، اما بريتوريا على ارتفاع 1340 متر تقريبا من سطح البحر. فبالتالي المشكله انت قريب للشمس. لك ان تتخيل ان اسوان مثلا اقرب محافظات مصر الى الشمس على ارتفاع 190 متر فقط فوق سطح البحر. بما انك اقرب للشمس فهيجي لك حاجتين: اولا احساسك بالشمس اعلى، ثانيا كميه الاكسجين اللي هتخش جسمك قليله، وصعب ان انا اخد قياسات ستاندرد وتوجيهات ستاندرد تطبق في القاهره زي ما تطبق في بريتوريا. بالمناسبه 1500 متر تقريبا دي مش اعلى ملعب في العالم. اعلى ملاعب في العالم كانت في مدينه لاباز في بوليفيا. اهو بوليفيا دي بتلعب على ارتفاع تقريبا 3600 متر فوق سطح البحر. دايما بتعمل نتائج مفاجئه وغريبه جدا على ملعبها، لدرجه انه في 2009 كسبت المنتخب الكبير بتاع الارجنتين 6-1. المنتخب ده بالمناسبه كان احد طرفي نهائي كاس العالم. المنتخب كان جامد وكان ميسي في عزه. ودايما في المباريات دي مع المنتخبات بيظهر حالات اعياء كتيره جدا على اللعيبه اللي مشاركه مع منتخبات بلدها في المباريات دي، الى ان اكتشف حد من المدربين حاجه مهمه جدا. يجي بقى حد يسالني ويقول لي يا كابتن فريد، اقول له نعم حبيبي، طب اعمل ايه عشان اقدر اتجنب الهزيمه في بريتوريا؟ بمنتهى البساطه، لو القرعه انك تختار مكانك، اختار ناحيه مدرجات الدرجه الثالثه شمال في الشوط الاول على الاقل، لانك انت هتضعف المنافس، هيكون هو في وش الشمس وهيكون معاك انت الهواء، ولما يبقى يجي الشوط الثاني هتبقى انت الناحيه الثانيه والشمس في طريقها للانكسار في المغرب، وبالتالي التاثير عليك مش هيبقى زي التاثير على المنافس. وده اللي حصل في ماتشات 1-1 اللي خاضها النادي الاهلي. يسالني واحد تاني يقول لي طب افرض انا جالي الثالثه يمين، لو جالك بقى الثالثه يمين فانت اوعى تتحدى الطبيعه، يبقى تهدى وتدافع وتلعب بس على التحولات الهجوميه. عرفت تشوط من بعيد شوط، عرفت تجري اجري، تبدا تاخد نفسك للملعب الكبير هيقطع نحبك في الربع ساعه الاولاني. ما تقولش انا لعب هجومي لان الشمس هجوميه برضه، فما تقاوحش يعني. فيجي حد ثالث يقول لي طب انا اقدر اكسب ازاي؟ لا، ما انا مش مدير فني بقى. الحاجه بقى اللي عملها مدرب الارجنتين في 2005 بيكرمان، انه وصل قبل المباراه بساعات قليله للملعب، فبالتالي حافظ على كميه الاكسجين اللي جوه اجسام اللعيبه. وكمان استخدم الصف الثالث للارجنتين، لا الصف الاول ولا الثاني، لان الصف الثالث معظمهم لعيبه بتلعب مع انديتها في بطولات امريكا الجنوبيه للانديه، واكيد لعبت على الملاعب دي، ولان برضو الصف الثالث مستعد يموت نفسه في المباراه دي عشان يثبت نفسه. انت بتنضم للمنتخب لاول مره. نفس الامر تكرر مع منتخب البرازيل، ولكن هو حقق التعادل في النهايه. التعادل او تجنب الهزيمه فهو انتصار عظيم جدا على ملعب على ارتفاع 3600 متر. ده غير البروتوكول اللي دلوقتي بقى معمول في الاكسجين عشان تقدر اللعيبه في بين الشوطين انها تاخد الاكسجين، تاخد ماسك الاكسجين بحيث تعوض اللي حصل او اللي خسر. في النهايه الكوره ما هياش فنيات وبس، الفنيات طبعا اساس ورقم واحد، وحرفنه اللعيبه هي رقم 2، انما ما حول الكوره كبير وكتير، وده اللي احنا بنتكلم عن جزء منه اللي هو الجانب المعماري والبيئي في الكوره. ما تنساش تدعي لاخواتنا في غزه واخواتنا في سوريا واخواتنا في لبنان، اخواتنا في السودان واخواتنا في اليمن، لان احنا ملناش الا بعض في الاخر. كنت معاكم انا محمد فريد، وده معمارجي.